الرحمن الرحيم. انا انا شايف طريقه نلعب بيها الزمالك هتبقى احسن طريقه نلعب بيها الزمالك لو عماد النحاس ربنا وفقه وقدر يعملها. الشناوي باذن الله حارس مرمى، محمد هاني مفيش غير كوكا ارحم من مصطفى العش وياسر ابراهيم، واهم لعيب في الفريق هيكون ياسين مرعي. ياسين مرعي هتقوم عليه الخطه. احنا ممكن نلعب ايه بطريقتين عشان نوقف الواد اللي اسمه الفينا. الفينا هيعدي بسهوله من احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا حتى لو في فورمته الواد ده كمان انه جسمه صغير، والواد ده لو عدى مره واتنين في اول مباراه والجماهير هيصت مش هنلاحق عليه. يبقى ده لازم نوقفه ازاي؟ حاجه من الاتنين، يا نلغي محمد شريف وجريديشار خالص، يا هننزل مروان عطيه يلعب ليبرو متقدم. عندك هنا ياسين مرعي وعندك هنا كوكا. الواد ده لو عدى من كوكا ياسين مرعي هيلم ورا كوكا زي ما كان الواد ايمن اشرف بيعملها ولا علي معلول. وده لو لم وراه ده هينزل مكان ياسين مرعي اللي هو ايه مروان عطيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هنلعب بنفس الطريقه وهنبقى لاغيين برضو راس الحرب. هنلعب هنا محمد علي بن رمضان وهنا ديانج على مضض، بس ديانج هيتعمل له تعليمات ان ديانج يبقى عامل زي شطه زمان. لو الناس اللي لحقت شطه كان مفسد هجمات، ملوش دعوه بطريقه الهجوم ولا هو بس ليه انه لا يجي هنا يوقف الواد اللي اسمه بنتايك ما يتقدمش، ما يخليش بنتايك يتقدم عشان نحجز اي طريقه هجوميه اللي بتيجي من خلف الامام دي خطوره الزمالك فيها. وهنلعب هنا زيزو لو بدا كان بها، ما بداش يبقى نلعب هنا حسين الشحات وهنا اشرف بن شرقي ونلعب تريزيجيه راس حرب وهنا ديانج وهنا محمد علي بن رمضان هيضم ورا بن شرقي لو دخل راس حربة تاني. اهم حاجه الزمالك انت عندك يمة الشمال الواد اللي شيكوبانزا ده هجاص وملوش فيها، وادم كيد نفس القصه. يعني هنا محمد هنا هيلعب مستريح. المشكله كلها هتبقى من يم كوكا بالواد اللي اسمه الفينا ده لا نلم ياسين مرعي وراه ومروان ينزل مكانه، يا واحد زي ديانج يقابله من نص الملعب او من بعد نص الملعب في سبيل ان هو ايه ما يدروش فرصه انه يروح واحد على واحد مع مروان عطيه. وباذن الله الفرص اهم حاجه الفرص. ولو لعبنا بالواد اللي اسمه احمد رضا بدانا بيه وتخلي نص الملعب بتاعه كله حريفه مع بعض، يبقى احمد رضا ينزل مكان ديانج. احمد رضا لو عملنا ده 6 وده 8 وده 10 يلعب تحت دول، يعني ده مكانه هتبقى كده. احمد رضا يلعب 10 ممتاز ويلعب 8 ممتاز وبيطلع الكره من رجله اسرع من محمد علي بن رمضان. اللعيب ده لو احنا دوسنا عليه وخد مباراتين ورا بعض ولا 3 هيلعب اساسي على اي حد في نص الملعب بتاع النادي الاهلي. وانت عندك تريزيجيه كان حسام حسن بيلعب راس حربه، بن شرقي كان بيلعب في الوداد راس حربه في 2017 وجاب فينا جون هنا وجاب جون في المغرب اللي هم خدوا بالبطوله. وعندك حسين الشحات لو لعبها برضه كان بيلعب في العين الامارات راس حربه وخد هداف الدوري. مش لازم نلعب بالطريقه اللي هي التقليديه ان عندك راس حربه. حسن شحاته لعب من غير راس حربه خالص وخد بطوله افريقيا 2010 بجده محمد زيدان، كان ساعتها متعب مش موجود الناس دي. مش لازم يبقى محمد شريف يرفع علينا السكر ويرفع علينا الضغط هو وجريديشار بيهرب وبيطلع بره ال 18. يبقى من باب اولى لو عاوز واحد يلعب طرف تلعب جريديشار،
عندك العيال اللي هم تحت السن يلعبوا، اي واحد فيهم هيبقى احسن من محمد شريف ويلعب من عليه، ويلعب من العيال دي. هتقول ده ماتش كبير، يبقى ماتش كبير خلاص، نوظف واحد زي ده اناني، اناني وبيحب نفسه، تريزيجيه. والمهاجم المفروض يحب نفسه، تريزيجيه. الكره بتجي له هيصمم ان هو يشوط في الزحمه، من غير زحمه ممكن يفحر فيها وياخد ضربه جزاء، والحكم اجنبي. نفس القصه، بن شرقي احسن واحد يعمل الفينش، ونفس الحكايه حسين الشحات. احنا كلنا شايفين حسين الشحات. حسين الشحات لعيب كبير، بيلعب باك يمين، ويلعب صانع لعب، ويلعب راس حربه، ويلعب طرف يمين، ويلعب طرف شمال. هنجيب لعيب زي ده منين عشان خاطر ان احنا كنا عايزين نستغنى عنه في يناير؟ هي المشكله. ربنا يوفق بس عماد النحاس وما يخيبش، وما يلعبش الواد ياسين مرعي. ياسين مرعي هيبقى هو الخطه كلها. هم ما عندهمش الا الفينا ده، ما عندهمش الا الفينا. وكان عبد الله وناصر ودونجا مش عارف كان هيلعب ولا لا. والواد اللي اسمه بنتايج هنوقفه بالواد اللي في نص الملعب، يا محمد علي بن رمضان يا احمد رضا، اي واحد فيهم من الاثنين، او ديانج. لو ديانج لعب يمة الشمال تحت الطرف الشمال، يبقى محمد علي بن رمضان يوقفه. يبقى مفيش خطوره جايه من ورا. هتقدر تحطهم في خانه اليك، وما يكون عندك ثلاثه بيلعبوا ويعرفوا يجيبوا اهداف، ووراهم محمد علي بن رمضان شويط واحمد رضا شويط. هتخلي هتفصل الخط الدفاع عن خط الوسط، وهم خط وسطهم هو كل حاجه. خط الوسط بتاعهم كل حاجه. الكره ما تجيله من تحت بيستريح ويستلمها، دي الخطوره بتاعتهم. يمكن الكره تجيله قلشه بتاع الكلام ده، كره طوليه راجعه من الخط الامامي، والكلام ده هتلاقي فيه عليهم ضغط ضغط مكثف. مش هيقدروا ان هم يعملوا الخطوره بتاعتهم. واحنا لو ربنا كرم وتقدمنا بهدف باذن الله هنعمل عليهم ماتش كبير. وربنا يوفق عشان خاطر الجماهير، وعشان خاطر كابتن الخطيب، وعشان خاطر كل الاهلاويه باذن الله. النهارده شفنا بيراميدز فاز 4-0 بكل سهوله وحط رجل على رجل. فلازم الاهلي ما يخسرش ولا نقطه. هتقول ان احنا ممكن التعادل حلو، لا التعادل مش حلو. انت بيراميدز لعب 7 مباريات واخد 12 نقطه، زي ما انت لاعب 7 مباريات واخد لا ده هو 14 نقطه وانت 12 نقطه، وكده سابقنا بنقطتين. مش معقول ان احنا هنفرط في نقط تانية. باذن الله المباراه دي هتكون عنق الزجاجه للنادي الاهلي، وباذن الله خير. وربنا باذن الله هيكون واقف معانا.